السلام عليكم ويا صباح الفل والياسمين عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. صباح يوم جديد كله طاقه وحيويه ونشاط ان شاء الله. النهارده باذن الله معايا فيديو حلو جدا، هو مختلف. النهارده هنمشي كده في البلد ونروح السوق والسوبر ماركت، فان شاء الله كده الفيديو يكون حلو ومختلف ويعجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. ويلا بقى نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا على الفيديو بتاع النهارده. وطبعا مش عايزين ننسى اخواتنا في غزة من الدعاء، ربنا يا رب يرد لهم ارضهم يا رب، ويرحم شهدائهم يا رب، ويشفي مرضاهم يا رب، اللهم امين. المهم يا بنات، زي ما انتم شايفين كده حبيت ان انا يعني اصبح على نفسي الاول واعمل لي كوبايه كده من النسكافيه وساندوتش كمان، ويعني اروق كده علشان يومي طويل والنهارده يعني انا حبيت ان انا امشي واخد الباص وكده، ما حبيتش ان انا اروح مع جوزي او استناه بالعربيه. حبيت ان انا اصور لكم كده يعني براحه، وكمان يكون يعني الاماكن كده واضحه اكتر. فزي ما انتم شايفين هنا عملت كوبايه نسكافيه كده بسرعه، وكان عندي كبده من قبلها بيوم، وكنت عامله العيش الفينو ده معاكم. بس كان جوزي جاب عيش فينو عليه سمسم، فانا بحب قوي اللي هو اللي عليه سمسم اكتر من الساده. انا لو كان عندي سمسم امبارح كنت حطيت، بس ما كانش عندي فخلاص مش مشكله. المهم اللي انا اخدت كده واحد فينو، وقلت اعمل بقى اسخن الكبده واعمل سندوتش حلو كده، واخدت لي كمان شوكولاتتين كده، يعني روقت على نفسي خالص. المهم يا بنات فطرنا وظبطنا الدنيا، وبعد كده رحت وديت ابني الحضانه. طبعا الفيديو ده انا طبعا صاحيه من بدري، صاحيه حوالي الساعه 6:30، يعني فاهميني اللي انا صاحيه من بدري عشان افوق وافطر وكده، لان طبعا المشوار هيبقى طويل. عايزه اقول لكم ان انا فضلت ساعتين بره، يعني عما الباص بيجي وعما بنروح هنا وهنا، فاخدت يعني فتره كبيره. يعني انا ماشيه من الساعه 8:15 واصله البيت الساعه 10، يعني ساعتين ونص. وديت ابني الحضانة ورحت صورت لكم في الأماكن في كذا مكان، ورحت كمان السوبر ماركت، ورحت كمان السوق. فيعني كان الفيديو طويل قوي، يعني أنا حاولت ان انا امنتجه على قد ما اقدر، بس الصراحة يعني لو كنت سرعت قوي في المقاطع دي ما كنتوش هتلحقوا تشوفوا يعني المناظر هنا عامله ازاي، والاشكال عامله ازاي، والطبيعه والحاجات دي كلها، فاهميني؟ فانا حبيت يكون الفيديو كده بطيء زي ما هو ماشي معايا، علشان تشوفوا كل حاجه كده بهدوء، ويعني تبقى الحاجه واضحه قدامكم، ما تبقاش الفيديو عامل بسرعه فمرجرج كده الكاميرا، فاهميني؟ فزي ما انتم شايفين هنا انا كنت داخله من الشارع ده عشان اروح محطه الباص. انا حبيت ان انا ادخل من جوه الجنينه علشان اوريكم المناظر، واوريكم ان هنا كمان الكنيسه اللي هي بتاعه المنطقه دي، اللي هي اكبر كنيسه. يعني هي في كذا كنيسه أكتر، يعني في كام كنيسه، بس دي تاني اكبر كنيسه هنا في المنطقه بتاعتنا اللي احنا قاعدين فيها دي، فاهميني؟ فدي الكنيسه اللي موجوده هنا، وجنبها على طول الجنينه دي. بدخل طبعا الجنينه زي ما انتم شايفين ما شاء الله، فيها نافورات، فيها حاجات لعب للاطفال وكده، وفيها قعدات كتير واشجار، وما شاء الله المنظر هنا تحفه وشكله فظيع كده. فالمهم زي ما انتم شايفين حبيت ان انا اصور لكم، وزي ما انتم شايفين الشمس طالعه، يعني ما شاء الله كده الجو كان تحفه. يعني الشمس ما كانتش حاميه قوي، بس الجو كان جميل، وعاطي كده اضاءه حلوه وروح حلوه. طبعا الشمس لما بتطلع انا بحس ان يعني دي اللي احنا بناخد منها الطاقه الايجابيه. فهنا زي ما انتم شايفين حبيت ان انا اوريكم كده المكان، وعايزه اوريكم في ايه بقى هناك كده محطه الباص، وهنا في كذا ميني ماركت. بس انا حبيت ان انا اروح السوبر ماركت ما اجيبش من الميني ماركت، لان طبعا بيبقى اغلى ومش بيبقى متوفر فيه الحاجات اللي انا محتاجاها بالظبط، فاهميني؟ فهنا كنت نازله علشان اروح محطه الباص، اللي هي المظله اللي هنا اللي على اليمين دي المحطه بتاعه الباص بتاعه المكان اللي انا فيه. فبس قعدت حوالي 20 دقيقة استنى الباص، والحمد لله وصل وتمام، وخرجنا وكل حاجة تمام. فكنت حابة ان انا بقى في الوقت ده اللي انا ارد على كام سؤال كده، يعني اتطرح في القناة وكده، فحبيت ان انا اجاوبكم عليه وارد على كل حاجة، مع ان في حاجات كتير، فيديوهات كتير رديت عليكم في الاسئلة دي. بس يعني الفيديوهات كانت قديمة شوية. المهم دي الشنطة اللي انا اخدتها عشان اتسوق فيها، وكنت قاعدة هنا بقى مستنية الباص انا وابني. فهنا بقى اقول لكم على اول سؤال جالي: انت فين؟ انا يا بنات هنا في اليونان، في العاصمة أثينا، تمام. وهنا قاعدة هنا بقالي حوالي سنتين وشوية.
والسؤال اللي دايما بيجيلي الناس اللي كانت متابعاني من الاول وعارفين ان انا هنا اصلا في اليونان، فقالوا لي سافرت اليونان ازاي. انا برضو عملت فيديو كامل وبالتفصيل علشان اجاوب على السؤال ده، واقول لكم ان انا سافرت عن طريق ألبانيا تهريب، ومن ألبانيا عديت الحدود وجيت هنا اليونان. يعني أنا قاعد أصلا جيت البلد دي مش قانوني، أنا جاية تهريب، فاهميني؟ عديت من ألبانيا لليونان دي، يعني عديت حوالي، مشيت جبل، يعني مشيت غابة في جبل كده، في حاجات فظيعة. عايزة أقول لكم إن أنا مشيت حوالي أكتر من 7 ساعات. فزي ما بقول لكم مشيت 7 ساعات أو أكتر كمان من ألبانيا لمكان في أثينا، مش في يعني في مكان في منطقة تانية، مش في العاصمة نفسها، لا في محافظة تانية. وبعد ما عديت المحافظة التانية دي ركبنا التاكسي وركبنا الباص ووصلنا هنا أثينا. قعدنا حوالي في الباص حوالي 8 ساعات، فاهميني؟ فكان الموضوع كان طويل قوي وكان صعب واتبهدلت فيه جامد. وانا كنت لسه حامل في ابني التاني، كنت لسه حامل 4 شهور. وكنت يعني عايزه اقول لكم ان هي كانت بهدله جامده جدا جدا عشان اوصل للبلد دي. ف يعني الصراحه كانت حاجه فظيعه، وكانت منظر اصلا يعني الغابه ومنظر الجبل. انا كنت خايفه ان احنا كان معانا مهرب وكل حاجه، بس كنت خايفه، فاهميني؟ لان برضو المهربين والحاجات دي مش مضمونين قوي. يعني ممكن لو انت مثلا طلع عليكم حد او مثلا شرطه جت او كده، ممكن ان هو يقتل اللي معاه اصلا ويمشي، فاهميني؟ فبتبقى الموضوع يعني مش يعني مش امان قوي، بس يعني احنا مضطرين يعني، فاهميني؟ فده اللي خلاني اوصل اليونان، ووصلت عن طريق ألبانيا. في كمان في كذا طرق، بس صراحة انا مش عارفة. يعني انا في سألت قبل كده على كذا طريقة، بس صراحة ما يعني كانت غالية قوي. يعني في عن طريق تركيا ب5500 يورو، فاهميني؟ فبس كده. ده برضو تاني سؤال. برضو السؤال التالت، عندك كام طفل؟ عندي طفلين ولدين. خلفت ابني الأولاني في مصر وابني التاني هنا في اليونان. فبس يعني دي الأسئلة اللي دايما بتجيلي. واسمي ايه؟ اسمي آية يا بنات. وكنت كاتبة آية دي في أول الفيديوهات خالص، اللي يعني بيرجع معايا ممكن يشوفها. ممكن ابقى ازود على العنوان اسمي، علشان اللي حابب ان هو يعني يكتب اسمي او حاجه، او يقول اسمي في الكومنتات او كده، ممكن اقول له يعني اقول لكم عليه. بس وفي برضو حد قال لي انت اسمك ايه، وقلت له ايه، قال لي اسم واحده كده تاني خالص. فلا مش انا قالوا لي انت اسمك ايه، محمود مش عارفه شربيني حاجه زي كده، لا مش انا. فزي ما انتم شايفين كده المكان ده بقى، زي ما انتم شايفين احنا كنا خلاص خلصنا، وكنا هنا رايحين نلف لفة كده علشان نرجع تاني من نفس الطريق علشان نروح تاني السوبر ماركت. بس قلت بقى اوريكم ان الجو هنا عامل ازاي. ما شاء الله يا بنات، البلد حلوة قوي، نظيفة وجميلة وفيها خضرة وزرع كتير، ويعني اماكن كلها كده يعني فيها طبيعة كتير قوي. فانا اصلا بحب قوي الحاجات اللي هي فيها طبيعه، يعني بحب الطبيعه جدا جدا جدا، الخضره والزرع والشجر والحاجات الحلوه دي، والسماء والقمر والنجوم. يعني انا مياله قوي للطبيعه والبحر والحاجات دي. انا بحب الطبيعه، بحب كل حاجه من صنع ربنا مش من صنع البشر، فاهميني؟ فبتشدني وبتحسسني طاقه ايجابيه، وبتحسسني كمان بارتياح نفسي كده. فلا انا مع الطبيعه، سيبوني كده ساعتين 3 مع نفسي، تحسوا ان انا خلاص يعني رحت في عالم تاني. هنا بقى ده السوبر ماركت برضو اللي هو ألفا فيتا، ده برضو مشهور قوي هنا، بس صراحة ما حبيتوش، يعني ما حبيتوش خالص. انا بحب سكرافانيتس وليدل وماي ماركت، هما التلاتة دول. برضو يعني في بازار وفي ده ألفا فيتا وفي كذا كذا حاجة تاني، بس هما التلاتة دول حلوين جدا. يعني انا بشوف ان هما احسن حاجة، وبالذات سكرافانيتس تحفة. يعني في كل حاجة انت متخيلها موجودة فيه. حاجات للأطفال، حاجات لنفسك، حاجات للبيت، أكل شرب، كل حاجة. في مطعم، في بتاع قهوة، في كل حاجة. عكس الليدل يعني في حاجات، بس الصراحة مش كبير قوي قوي زي السكرافانيتس، ومفهوش حاجات كتير. يعني
نادر كده لما تلاقي فيه حاجة مطبخ، مثلا عايزة تجيبي اطباق، عايزة تجيبي كوبايات، لا مش بتلاقي. هو مركز اكتر على الاكل والشرب والمكرونات والحاجات دي، وطبعا مساحيق والحاجات دي. بس الصراحة ما حبيتوش لانه ما فيهوش حاجات كتير. بحب ادخل التاني ده، بحس ان انا داخله كده بتوه فيه، يعني من كتر ما هو ما شاء الله مليان حاجات، وكل قسم كده يعني بيعبر عن نفسه. الصراحه تحفه. هحاول ان انا بعد كده اصور لكم فيه. بس لو عرفت، لان في مشكله عندي في التصوير، انا بيبقى معايا ابن صغير وكمان بتحرج قوي، فيعني بيبقى بقى الاتنين مع بعض، فمش بيبقوا ظابطين خالص. فبس كده يا بنات، بصوا هنا زينا بقى زي ما انتم شايفين الشجر بقى والدنيا دي. وبرضو الباص ده بيلف المنطقة كلها، علشان هو في كذا محطة لازم بيقف فيها، عشان في ناس بيبقوا طبعا مستنيين حاجات. الباص ده بيبقى بمواعيد، مثلا هو هيقف مثلا في المنطقة دي الساعة مثلا 10:10، فبيبقى في الناس في برنامج اللي هو بتاع الباصات والمترو والحاجات دي، بيقولك الباص ده هيبقى هنا امتى، فاهميني؟ وكل يوم بيبقى موجود في نفس الميعاد. يعني هو بيجي هنا قدام بيتي الساعة 10، الساعة 8:15، 8:15 بالظبط بيكون هنا، 9:15 بيكون هنا، 10:15 بيكون هنا، فاهميني؟ فهو بيبقى في كل مكان، يعني الوقت المحدد له. فبس كده زي ما انتم شايفين بقى. انا كنت حابه ان انا اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي، عشان برضو في ناس كتير قالوا لي صوري الاماكن وكده، فحبيت برضو ان انا اصور لكم، ويبقى برضو فيديو تغيير. هنا بقى يا بنات كان طريقي للسوبر ماركت. بعد ما خلصت بقى، الاول هوريكم واحنا نازلين وكل حاجه، عشان يعني انتوا معايا بالتفصيل ممل. بس قلت النهارده يكون تغيير كده وفيديو حلو ومختلف. هنا بقى زي ما انتوا شايفين، بعد ما نزلت هنا اليافطة اللي بالازرق دي اللي على الشمال ديت بقى السوبر ماركت، وهنا اللي على اليمين دي المدارس، مدارس الثانوي. فطبعا حبيت ان انا اوريكم كده يعني بعض التفاصيل كده البسيطة، عشان تبقوا معايا برضو متواجدين معايا كده في كل حاجة. يعني حبيت كمان ان انا اصور، علشان يعني في احتمالية انزل مصر، وفي احتمالية افضل هنا، فيعني 50% بنفكر ننزل، و50% بنفكر نفضل، يعني انا وولادي. فحبيت بقى ان انا اصور، بحيث ان انا لو نزلت مصر يبقى فيه ذكريات كده متسجله بالصوت وبالصوره، فيكون كل حاجه كده واضحه، يعني باينه كده للجميع، فاهميني؟ وكمان ليا انا، عشان انا دلوقتي بتفرج مثلا على الفيديوهات بتاعتي وانا في مصر، فيعني ببقى فرحانه برضو هنا. لو حابه بقى ان انا يعني اراجع كده الذكريات، يكون برضو في فيديوهات حلوه وحاجات من دي، فاهميني؟ هنا أنا كنت داخلة السوبر ماركت، وهنا برضو هوريكم مناظر هنا جامدة جدا. وهنا برضو في غابة، دي غابة فيها كنيسة، وفيها كمان الجبل فوق، فاهميني؟ يعني دي كلها دي غابة كده زي ما انتم شايفين. الغابة دي واصلة للجبل من فوق، دي بقى الغابة دي واصلة لعندي بيتي، ومن بعد وبعد بيتي كمان، فاهميني؟ دي موصلة، بس بيبقى فيها يعني كذا كنيسة كده جنب بعض. يعني هناك كده في كنيسة، وفي برضو شوية ألعاب كده للأطفال. وزي ما انتم شايفين هنا كده الدخلة دي حلوة قوي، يعني انا حاسة بقى ان انا الدخلة دي دخلة مطار. الدخلة بتاعة السوبر ماركت دي بتبقى حلوة، ده بقى اللي هو ماي ماركت. الدخلة بتاعته جامدة جامدة جامدة، يعني بجد حلوة، تحسي ان انتي في مطار. فيها باركنج كبير جدا، والدخلة حلوة وشكلها جميل، والباركنج كمان حلو يعني. فبس بقى يا بنات زي ما انتم شايفين، خلاص هندخل بقى السوبر ماركت ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. ف عايزه اقول لكم كمان ان ابني يعني الصغير ما شاء الله عليه كسر لي الجهاز اللي انا كنت بسجل، لا البتاع اللي هو التصوير، اداه التصوير، يعني اللي ماسكه تليفونه كده، اللي هي زي السيلفي، بس انا مش فاكره اسمها ايه، الحامل بتاع التليفون. فيلا خير، عندي واحد بديل، بس يعني مش حلو قوي، بس يعني هنحاول ان احنا نمشي الحال كده لحد ما نجيب واحد تاني ان شاء الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين ده بقى السوبر ماركت. هندخل من الباب اللي هو هناك ده، وهندخل نجيب بقى الساكو الشنطة، او اسمها ايه، العجلة، او يعني مش عارفة والله، ضايعة خالص في الاسماء. المهم اللي احنا هندخل يعني نجيب حاجة نمسك فيها، اللي هي السبت نشتري فيه الحاجات اللي احنا محتاجينها. فبس كده زي ما انتم شايفين دخلنا بقى.
بس يعني الفيديو النهارده مختلف شويه عن اي فيديوهات تانية. يعني حبيت ان انا كده ايه نغير، فاهميني؟ اللي هو مش كل حاجه في البيت، لا حبيت نخرج مع بعض بقى، نشوف الدنيا مع بعض، نشم هوا حلو كده ونظبط الامور. هنا دخلت قسم الكافيه، كله نسكافيه طبعا ما جبتش اصلا لان لسه عندي، بس في كمان كام ماركه كده دول اللي انا شغاله عليهم برضو واللي انا بجيب منهم دايما. وهنا القهوه البن، بس البن مش عارفه هنا غالي قوي، والشاي بقى والحاجات دي. فبس كده في برضو كذا نوع شاي، ليبتون ونوع تاني. انا كنت رايحه كده اجيب سكر عشان السكر عندي يعني خلصان، فجبت كده سكر وجبت دقيق وجبت اسمه ايه ده، خميره وايه تاني، وشاور. يعني شويه حاجات كده هوريها لكم ان شاء الله في اخر الفيديو باذن الله. المهم ان انا خلصت ورحت حسبت طبعا، والدنيا بقت معايا زي الفل، ورحت السوق كمان بس مش هصور لكم خالص في السوق. هنا بقى بعد ما خلاص كنت قاعده هنا مستنيه الباص عشان السوق، خلاص جبت السوق زي ما انتم شايفين كده. كانت شيله ما شاء الله يعني جامده جدا وتقيله قوي. بس مش مشكله، الحمد لله ان احنا بس جبنا حاجتنا وخلصنا دنيتنا وكده. فروحت بقى هنا ايه، عملت فطار كده، كان جوزي جه عملت فطار كده بسيط. ورحت كمان اوريكم اللي احنا جبناه. بسم الله كده ونصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى قلت اوريكم جبت ايه. جبت هنا موز وكاكاو، وجبت كمان بصل وليمون وبرتقان واستفندي وتوم وبطاطس. ما جبتش فلفل، وما جبتش اللهم صل عليك يا نبي، ما جبتش فلفل ولا جبت اسمه ايه ده طماطم ولا خيار، لان جوزي كان جايب لي امبارح. وجبت هنا دقيق وسكر ومناديل وشاور ونشا وخميره. يعني ده كل حاجه انا جبتها. وكمان جوزي كان هو جاي جاب لي توست، وجاب لي عيش برضو من التاني. فيعني ظبطنا الدنيا خالص، ورحت بقى ايه عشان اشيل الحاجات ديت وادخلها في اماكنها. انا بجيب طبق كده وبلم فيه الفاكهه بتاعتي دي كلها وبحطها في مكان واحد وخلاص، فاهميني؟ جبت الطبق ده ولميت بقى فاكهتي وحاجتي دي وخلاص على كده. بس يا ابني ابني طبعا كان واقف ايه عامل لي الدنيا خالص، مبوظ لي الدنيا. طبعا بقى حطيت الفاكهه زي ما انتم شايفين كده في مكان واحد. كمان بقى البصل والبطاطس حطيتهم برضو في التربو. الدقيق والسكر وكل الحاجات دي برضو حطيتها في مكانها. والشاور حطيته طبعا في الحمام، ويعني ظبطت الدنيا خالص، ما عادش ورايا اي حاجه الحمد لله. بس كده يعني النهارده بقى في يوم تاني طويل، فان شاء الله الفيديو كده يكون حلو تاني بقى ويعجبكم. فقلت ان انا اصور معاكم كده واوريكم عملنا ايه في اليوم ده. ان شاء الله الفيديو كده يعجبكم، تحطوا له لايك وكمان تعلقوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم. فيا رب الفيديو يكون حلو كده ويكون عند حسن ظنكم ويكون تغيير. يعني انا حبيت ان هو يكون تغيير. انا عارفه انه مفيهوش اي افاده، بس ممكن تشوفوا فيه اماكن حلوه، يعني اماكن جديده وكده. هو طبعا مفيهوش افاده اللي هي الجامده دي، بس يلا مش مشكله. طبعا يعني كل حد بيحب ان هو يشوف تغييرات كتير في الفيديوهات، يعني مش بيفضل الحال على حاجه واحده. فبس كده يا بنات اكون وصلت معاكم بقى للنهايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. متنسوش لايك واشتراك، ومع الف سلامه.